سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه وعافيه. نرحب بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ريتاج، ونرحب بكل المشتركين اللي معايا، ونرحب بكل المشتركات اللي تحقوا بيا جدد واللي دخلت قناتي بصدفه وعجبتها. واش نقول لك، ابوني جيم وتعليق، هذا مكان ان شاء الله يكون وصفاتي راهي تنال اعجابكم ونكون في المستوى. اليوم جيت ندير معكم وصفه ان شاء الله تعجبكم، اللي هي بيتزا كاليزون بطريقه جد سهله وبسيطه والنتيجه بزاف هايله. قبل ما نبدا نصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وندوزوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو بسم الله. اول حاجه هنا في اناء نجيبوا الفارينه، هنا نفوتوا في العجينه. نجيبوا الفارينه، انا هنا درت حوالي رطل تاع الفارينه. هنا الفارينه يعني النوعيه اللي عندك تاع الميزان ولا كاشتي تعطيك نفس النتيجه. هكا نديروا الفارينه، نضيفوا 2 ملاعق كبار تاع زيت الزيتون. انا هنا في المعجنات نحب زيت الزيتون، اللي ما عندهاش قدره دير زيت نباتي عادي تعطيها نفس النتيجه. ندخلوا الزيت مليح في الفارينه، هكذا ندخلوها مليح، ونضيفوا ملعقه كبيره تاع السكر مع ملعقه كبيره تاع الخماره. هكذا نديروا ملعقه كبيره تاع السكر مع ملعقه كبيره تاع الخماره. ندخلوا النواشف في الفارينه، نضيفوا حبه بيض. هنا حبيتي ديري حبه بيض كامله، حبيتي ديري غير البياض وتستحفظي في الصفر للاخر. هكذا ندخلوها مليح ايضا في الفارينه، ونبداو نجمعوا في العجينه. ايضا درت الملح، كميه من الملح، ونبداو نجمعوا في العجينه. هنا درت جمعتها بحوالي كاس ونص تاع الحليب دافي. هنا ما عندكش الحليب قادره تجمعيها بالماء، لكن بالحليب يعطيها خفه للعجينه. اذا ما عندكش الحليب وعندك حليب بودره، ديري ملعقه كبيره تاع حليب بودره وتجمعيه بالماء يكون دافي. هكا هنا نجمعوها. هنا العجينه لازم تكون طريه ومتماسكه في نفس الوقت، كما راكم تلاحظوا يعني مازالها تلصق في اليدين، وهذا هو سر المعجنات ولا البيتزا. كما دائما نقول لكم، هنا نغطوها بكيس بلاستيكي او سيلوفان ونخلوها تخمر. نحطوها في بلاصه تكون دافيه ونخلوها تخمر. هكذا نغطوها مليح وندوزو للحشو. انا هنا عندي بصل هذاك تاع الخضر، هذاك الورق، يعني قطعت غير الابيض. درت حوالي 3 بصلات هكذا وقطعتهم، ونبدا نخليهم يتقلاو. ندير كميه من الزيت نخليها تتقلى يعني حتى يتبنى مليح هذاك البصل، وندوزو للعجينه. هنا يعني خمرت لي، هبطت لها الخمور وخليت هذاك البصل يتقلى. هنا نهبطوا لها الخمور كما راكم تلاحظوا، يعني جات ما شاء الله. هذا هو شكل العجينه. نحطوها فوق سطح العامل ونعاود نرجع لهذاك الحشو. بعد ما تقللنا هذاك البصل نضيف له كميه من دنداشي. هنا صراحه شي تحق 20,000 طالي كميه بزاف هايله. هنا ما عندكش دنداشي قادره تستغنى عليه وتعوضيه، ولا عندك زعما بيونداشي ولا صدر تاع الدجاج قطعي صغير او ارحيه. يعني الحشو اختياري، انت واش عندك في البيت قادره ديري طون يعني فلفل الحلو واش عندك في البيت. هكذا قادره حتى تستغنى على كامل هذا الحشو. هنا ندير له كميه من الفلفل الحلو والبصل ونخليه يتقلى عادي. نعاود ندوز لهذيك العجينه، نقطعها الى قطع هكذايا باش نشكلها كويرات صغار ومتساويين. هكا نقطعوها ونشكلوها كويرات صغار ومتساويين. هنا بعد ما نشكلوها كويرات نزيد نخليها يعني تريح واحد ربع ساعه بيد ما يطيب لنا هذاك الحشو ويبرد باش نبدا نشكل في البيتزا. هكا هذا هو شكل الكويرات. كما قلت لكم نسيو كيفاش نديروهم متساويين باش يعطونا نفس النتيجه. هنا بعد ما خليتهم يريحوا، انا هنا تحصلت على 6 صغار، وانا يعني صراحه خليتها كبيره، درتها بيتزا عاديه. هنا هذا هو الحشو بعد ما وجد لنا وبرد لنا. انا عندي كميه من الفرماج رابي وعندي لاصوص طوماط، يعني كنت مستحفظه بها في الكونجيلاتور. انا صراحه طيبت بزاف كونتيتي هكذايا، وكل ما نزحق نجبد هكذا. هنا نبدا نسرح في العجينه، يعني صوص طوماط عاديه تاع البيتزا هكذا. هنا بعد ما سرحناها، هنا نسرحوها مليح، نسرحوها رقيقه. ندير كميه من صوص طوماط اول حاجه، ونضيف الفرماج. هنا الفرماج واش عندك هكا فرماج رابي، فرماج تاع المثلثات، يعني انتي واش عندك في البيت. هنا نضيفوا ايضا هذاك الحشو، يعني صدقوني لكن بهذا الحشو جات بزاف بنينه وخفيفه ايضا. هنا ايضا درت كميه من الزيتون
هنا حبيتي الخضر حبيتي الاسود، يعني واش عندك في البيت. هنا ضفت ايضا الفرماج، يعني كان عندي هكا فرماج شويه شويه يعني درته، وانتي واش عندك في البيت. انا هنا نوعيه الفرماج شيدار، صدقوني نوعيه بزاف هايله. هكذا هنا نبدا نشكل في البيتزا، يعني طريقه سهله وبسيطه والنتيجه صدقوني روعه روعه روعه. هكذا هنا هذا هو الشكل. هنا نجيبو السنيوه باش نحطو فيها. هنا الفور لازم يكون شاعل من قبل، كي تبداي تخدمي في البيتزا شعليه باش يعطيك نتيجه بزاف هايله، باش تجيك كيما تاع برا. يعني صدقوني البيتزا باش تنجح لك وتجيك كيما تاع برا لازم يكون الفور شاعل من قبل، يكون يعني سخون باش يعطيك نتيجه بزاف هايله. هذا هو الشكل. هنا نزيد ندير معاكم وحده، يعني بنفس الطريقه نجيبوا الكويره نسرحوها فوق سطح العمل، نسرحوها رقيقه يعني، ونسيو نديروها بالشكل دائري هكذا، ونديروا لاصوص كما قلت لكم انتي واش عندك في البيت. هكذا نديروا لاصوص ونضيفوا المكونات الاخرى. هنا ايضا نديروا الفورماج. هنا نشكلوا مع بعض ونرجع لكم. هنا رانا كملنا شكلناهم. هنا نحو هذوك الزوائد باش يعطونا شكل شباب. هنا نجيبو صفر تاع البيض، ندير له كميه من يعني صفر حبه بيضه، ضفت له كميه قليله من الحليب ونديرها فوق سطح البيتزا هكذا، ونديروهم يطيبوا على درجه 120 من الفوق ومن تحت مده طيب حتى تشوفوهم طابوا وعطاك لون شباب. وهذا هو الشكل بعد ما طابوا لنا كما راكم تلاحظوا، يعني جو ما شاء الله. وهذا هو الشكل. هنا نخليهم يبردوا مازالهم سخونين كذا ما قدرتش نرفدها. وهذاك الفرماج كامل دابلنا. وهذا هو الشكل النهائي. صدقوني جو روعه، جو خفاف، العجينه جات خفيفه ما ملحش وجا خفيف وبنين. وهذا هو الشكل النهائي. هنا نفتحها معاكم كما راكم تلاحظوا هذاك الفرماج كامل دابلنا. وهذا هو الشكل النهائي. ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم وتجربوهم لعائلتكم وبالخصوص لاولادكم. ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تجيموا بتعليق محفز، نتقبل حتى انتقاداتكم واقتراحاتكم. وفي الاخير واش نقول لكم تهلاو في روحتكم وبزاف بزاف صحتكم. مع السلامه.